ما أريد أكثر لحظة واحدة إنه أشوفه قدامي وأحكي له يعني اللي بداخلي، أقول له يعني أنا أحبك وانكسرت بدونك. زين، أنت تزورين القبرة؟ لا والله ما أزوره. ليش؟ أهلي ما يخلوني. وأنت بودك تزوري؟ أكيد أكيد أتمنى أزوره، وأتمنى يعني إنه رغم إني ما مصدقة إنه متوفي، بس هو توفى بعد. إجاك بالمنام؟ والله كل لحظاته يجيني، مو بس بالمنام، يعني أنا قاعدة أشوفه قدامي، أشوفه بأحلامي، أشوفه من أمشي بكل لحظة وكل خطوة أشوفه قدامي. عندك كلام رغم إنه هو رجال أكبر مني ب10 سنوات، بس ما يهم العمر. يوم إنه كسرت بدونه، صرت يتيمة، والله العظيم صرت يتيمة بدونه. لو كان عندك كلام وإجاك بالمنام ايش راح تقولي له؟ أقول له إن شاء الله ما أتزوج أبد، وما يحلى بعيني أي بشر غيرك، وأقول أحبك، يعني أحب بس إنه لحظة واحدة تحضني، أو لحظة واحدة إنه يعني تقول لي صري قوية. يا الله، إحنا لما نتحدث والله عن العظيم الوفاء وعن الحب، والله العظيم ضعفت بدونه، يعني ما ظل بيا حيل، ما ظل بيا روح، كل شي ما ظل بيا. رغم هواي تقدموا لي، بس ما أقدر من يعني أحد يتقدم أتخيله قدامي هو. ولا تحسبن الفراق هينا، هذا اللي يحب، وهذا اللي يخلي شخص واحد بحياته حتى بعد الممات، بعد ما يرحل من الدنيا ما يشوف غيره. يمكن هذه رسالة لكل شخص أحب حب مو طبيعي، يعني أحب حب مو طبيعي. أنا أقول لك والنعم 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 والنعم. إي والله، هذا دليل على نظافة قلبك وهنيان الإنسان لما أنصح الكل إنه الرجال خيمة للمرأة. أنا جدا ممنون منك وأشكرك على اتصالك. شكرا جدا ممنون. شكرا أستاذ عمر، وأنا أشكرك لأنك سمعتني وشوية إنه قدرت أعبر اللي بداخلي، رغم صار 6 سنوات أنا ما حد شيء اللي بداخلي لأحد. أنا أشكرك جدا.